الرحيم صلى الله عليه إن تولى فقل حسبي الله لا إله وعليه توكلت ورب العرش العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي اللهم صل وسلم عليه يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله القوي سلطانه الواضح برهانه الموصوف بوجوده كرمه وإحسانه صلى الله عليه تعالى مجده وعظم شانه خلق الخلق الحكمة وتوى عليها علما وبصره من فائد المنة ما جرت به بأكداره القسمة صلى الله عليه أسأل ما شفى الخلق وجل عبيده رحمة تألقت رسول الأزلية بخلق هذا العبد المحبوب فانتشرت آثار شرفه في عوالم الشهادة والغيوب صلى الله عليه كما جل هذا المن الذي تكرم به المنان وما أعظم هذا الفضل الذي برز من حضرة الإحسان سورة كاملة ظهرت بهيكل محمود وتعطر بوجود أكناف الوجود وترجت وجود العوالم بطراز التكريم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله تجلى الحق في عالم القدس الواسع تجليا قضاء بانتشار فضل في القريب والشاسع وله الحمد الذي لا تنحسر أفرار بتعداد ولا يمل تقرض بكثرة الترداد حيث أبرز من عالم الإمكان صورة هذا الإنسان يتشرف بوجود ثقلان وتنتشر أسرار في الأكوان وما من سر تصلب قلب المنيب إلا من سوابق فضل الله على هذا الحبيب يا لقلب سرور قد توالى بحبيب عم الأمانة نوالا جل من شرف الوجود بنوره غامر الكون بهجة وجمالا قد ترقى في الحسن على المقام وتنهى في مجره وتعالى لا خاضته عيون فيما اشتراه بشرا كاملا يضيء الضلالا وهو من فوق علم ما رأته في رفعة في شؤون وكمالا فسبحان الذي أبرز من حضر الامتنان ما يعجز عن وصف اللسان ويحار في تعالق معاني الجنان انتشر منه في عالم البطن والظهور ما ملأ الوجود خلق النور فتبارك الله من إله كريم بشرتنا آيات في الذكر الحكيم ببشارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فمن فاجد هذه البشارة وتلقاها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة بها الإنسان أما ضمنه الجنان من التدك بها والأذان صلى الله عليه بها في سدوم الإيمان قواعده وضله الحكيم ذلك العنان والتدك شواهد صلى الله عليه وأشهد أن سيدنا محمدا في قوله وفعله
والمبلع من الخلق من مدره من خلق من فضل ونبله عبد أرسل الله للعالمين بشرا ونذيرا فالبلغ ولسانا وعدا أمانا وهب الله بن أمة بشرا كثيرا فدانة زهر متسرين سراجا وقمر منيرا فما ضمن تكم الله بعلى البشر وما سعى من نعت انتشها في البحر والبحر اللهم سلم بالصلوات واجمعها وعصائها على هذا الذي وفى بالخلق البرية وبرز الحكمة والإكمار وقد بالغنية حكمة غاية الإكبار صلاة مستعره عليه به وينبسط بالنور في القلب بحبه ويكتب بآياته بعزبه وعلى آله وصحبه الذي سوات في المجد بالقلب صرفا من سنه الدهر وحبه ما أدرى الأقوال ذكراهم نسيم اللهم محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. أما بعد فلما تعلقت إرادة الله في العلم القديم بظهور أسرار تخصيصه للبشر الكريم بتقديم والتكريم نفذت القدرة الباهرة بالنعمة الواسعة والمنة الغامرة فانفلقت بيدة التصوير في العالم المتلك الكبير عن جمال مشهود بالعين حاو لوصف الكمال المطلق والحسن التام والزين فتنقل ذلك الجمال الميمون في الأصلاب الكريمة والبدون فما من صلب ضمه إلا وتمت عليه من الله النعمة فهو القمر التام الذي يتنقل في بروجه ليتشرف به موطن استقراره وموضع خروجه وقد قدت الأقدار الأزلية بما قضت وأظهرت من سر هذا النور ما أظهرت وخصصت به من خصصت صلى الله عليه فكان مستقره في الأصلاب الفاخرة والأرحام الشريفة الطاهرة حتى برز في عالم شهادة بشرا لا كالبشر صلى الله عليه ونورا حير الأفكار ظهوره وبهر فتعلقت همة الراقم لهذه الحروف بأن يرقم في هذا القرطاس ما هو لديه من عجائب ذلك النور معروف صلى الله عليه وإن كانت الألسن لا تفي بعشر معشر أوصاف ذلك الموصوف تشويقا للسامعين من خواص المؤمنين وترويها للمتعلقين بهذا النور المبين صلى الله عليه وإلا فأن تعرب الأقلام عن شؤون خير الأنام ولكن حزاني إلى التدوين ما حفظته من سيار أشرف المخلوقين وما أكرمه الله به في مولده الذي من الفضل الذي عم العالمين وباقي رايته في الكون منشورة على مر الأيام والشهور والسنين
داعي تعلق بهذه الحضرة الكريمة ولا عج التشوق إلى السماء أوصافها العظيمة ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع فيدخلان في شفاعة هذا النبي الشافع ويتروحان بروء ذلك النعيم. اللهم صل وسلم وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. وقد آن للقلم يحط ما حركته فيه الأنامل مما استفاده الفهم من صفات هذا العبد المحبوب الكامل صلى الله عليه وشمائله التي هي أحسن الشمائل. وهنا حسن أن نثبت ما بلغ إلينا في شأن هذا الحبيب من أخبار وآثار صلى الله عليه ليتشرف بكتابته القلم والقرطاس وتتنزه في حداكه الأسماء والأبصار. وقد بلغنا في الأحاديث المشهورة أن أول شيء خلقه الله هو النور المودع في هذه السورة صلى الله عليه. فنور هذا الحبيب أول مخلوق برز في العالم ومنه تفرع الوجود خلقا بعد خلق فيما حدث وما تقادم. صلى الله عليه. قد أخرج عبد الرزاق بسنده عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال: قلت يا رسول الله بأبي وأمي أخبرني عن أول شيء خلقه الله قبل الأشياء. قال: يا جابر إن الله خلق قبل الأشياء نور نبيك محمد صلى الله عليه وسلم من نوره صلى الله عليه. وقد ورد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كنت أول النبيين في الخلق وآخرهم في البعث. صلى الله عليه. وقد تعددت الروايات بأنه أول الخلق وجودا وأشرفهم مولودا. ولما كانت السعادة الأبدية لها ملاحظة خفية اختصت من شاءت من البرية بكمال الخصوصية صلى الله عليه. واستودعت هذا النور المبين أسلاب وبطون من شرفته من العالمين. فتنقل هذا النور من ذلب آدم ونوح وإبراهيم حتى أوصلته يد العلم القديم إلى من خصصته بالتكريم أبيه الكريم عبد الله بن عبد المطلب ذي القدر العظيم صلى الله عليه. وأمه التي هي في المخاوف آمنة السيدة الكريمة آمنة. فتلقاه صلب عبد الله فألقاه إلى بطنها وضمته أحشاؤها بمعونة الله محافظة على حق هذه الدرة وصونها صلى الله عليه. فحملته برعاية الله كما ورد عنها حملا خفيفا لا تجد له ثقلا ولا تسكن منه ألما ولا عللا صلى الله عليه. حتى مر الشهر بعد الشهر من حمله وقرب وقت بروزه إلى عالم الشهادة لتنبسط على أهل هذا العالم فيوضات فضله وتنتشر فيه آثار مجده الصميم. اللهم صل وسلم على الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم سلم وبارك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين. يا ربنا يا كريم يا ربنا يا رحيم أنت الجواد الحليم وأنت
أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين وليس نرجو سواك فادرك إلهي دراك قبل الفناء والهلاك يا أم الدنيا ودين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين وما لنا ربنا سواك يا حسبنا يا ذا العلا والغنى ويا قوي يا متين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين نسألك وليقيم العدل كي نستقيم على هداك القويم ولا نطيع اللعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا ربنا يا مجيب أنت السميع القريب ضاق الواسع الرحيم فانظر إلى المؤمنين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين نظرة تذيل العنا عنا وتدني المنى منا وكل الحنان نعطى في كل عين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين نسلك بجاه الجدود وإلى يقيم الحدود فينا ويكفي الحسود ويدفع الظالمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يذيل للمنكرات يقيم للصلوات يعمر بالصالحات محب للصالحين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يذيه كل الحرام يقهر كل الطغام يعدل بين الأمان ويؤمن الخائفين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين ربي هنا شاكرين وتوفنا مسلمين
نبعث من الآمنين في زمرات السابقين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ومنذ علقت به هذه الدرة المكنونة والجوهرة الموسونة والكون كله يصبح ويمسي في سرور وابتهاج بقرب ظهور إشراك هذا السراج والعيون متشوقة إلى بروزه متشوقة إلى التقاط جواهر كنوزه صلى الله عليه. وكل دابة لقريش نطقت بفصيح العبارة معلنة بكمال البشارة وما من حامل حملت في ذلك العام إلا أتت في حملها بغلام من بركات والسعادة هذا الإمام صلى الله عليه. ولم تزل الأرض والسماوات متدمخة بعطر الفرح بملاقاة أشرف البريات وبروزه من عالم الخفاء إلى عالم الظهور بعد تنكله في البطون والظهور صلى الله عليه. فأظهره الله في الوجود بهجة التكريم وبسط في العالم الكبير مائدة التشريف والتعظيم ببروز هذا البشر الكريم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. فحين قرب أوان وضع هذا الحبيب أعلنت السماوات والأرضون ومن فيهن بالترحيب وأمطار الجود الإلهي على أهل الوجود تثج وألسنة الملائكة بالتبشير للعالمين تعيد سبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والقدرة كشفت قناع هذا المستور ليبرز نوره كاملا لعالم الظهور نورا فاق كل نور وأنفذ الحق حكمه على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة أن يحضر عند وضعه أمة تأنيسا لجنابها المسعود ومشاركة لها في هذا الصمات الممدود فحضرت بتوفيق الله سيدة مريم وسيدة آسيا ومعهما من الحور العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية فهذا الوقت الذي رتب الله على حضوره وجود هذا المولود فانفلق صبح الكمال من النور عن عمود وبرز الحامد المحمود مذعنا لله بالتعظيم والسجود صلى الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك
ابتهاجا بوجود المصطفى أحمد ولأهل الكون أنس وسرور قد تجدد الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك فاضربوا يا أهل المساني فهذا اليمن غرت واستديروا بجمال فطفل حسن تفرد الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك الله يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك ولنا البشرى بسعد مستمر ليس ينفد حيث أوتينا عطاء جمع الفخر المؤبد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك فلربي كل حمد جل أن يحصر الآن اذهبنا بوجود المصطفى الهادي محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات يا رسول الله أهلا بك إن بك نسعد الله وبجاهه يا إلهي في جواري خير مقعد يا رسول الله جئنا لزيارة قاصدين الله نرتجي منك شفاعة عند رب العالمين واهدنا نهج سبيلي كي به نسعد ونرشد الله ربي بلغنا بجاهي في جي
قاصدين الله نرتجي منك شفاعة عند رب العالمين. أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا وصلاة الله تغشى أشرف الرسل محمد أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا وسلام مستمر كل حين يتجدد أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا صلى الله على محمد يا ربي صل عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه Fahina habis wala qadid اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. وحين برز صلى الله عليه وسلم من بطن أمه ورد رافعا ضربه إلى السماء مؤميا بذلك الرب إلى أن له شرفا على مجده وسماء. وكان وقت مولد سيد الكونين من الشهور شهر ربيع الأول ومن الأيام يومين وموضع ولادته وقبره بالحرمين. وقد ورد أنه صلى الله عليه وسلم ولد محتونا مكحولا مقطوع السرة تولد ذلك لشرف عند الله أيدي القدرة. وما برز إلى هذا العالم ظهر من العجائب ما يدل على أنه أشرف المخلوقين وأفضل الحبائب صلى الله عليه. فقرد أن عبد الرحمن بن عوف عن أم شفاء رضي الله عنهما قالت لما ولدت آمنة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقع على يدي فاستهل فسمعت قائلا يقول رحمك الله أو رحمك ربك صلى الله قالت عليه. الشفاء فدعا له ما بين المشرق والمغرب حتى نظرت إلى بعد قصور الروم. قالت ثم ألبسته وأجعته فلم أنسب خشيتني ظلمة ورعب وقشعريرة عن يميني. فسمعت قائلا يقول أين ذهبت به؟ قال إلى المغرب. وأسفر ذلك عني ثم عاودني الرعب والظلمة والقشعريرة عن يساري. فسمعت قائلا يقول
أين ذهبت به؟ قال إلى المشرق. قالت فلم يزل الحديث مني على بال حتى بعثه الله فكنت من أول الناس إسلاما. وكم ترجمت السنة من عظيم المعجزات وباقر الآيات البينات بما يكفي بعظيم شرف عند مولاه، وأن عين عنايته في كل حين ترعى، وأنه الهادي إلى صراط مستقيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. ولقد اتصف صلى الله عليه وسلم من محاسن الأخلاق بما تضيق عن كتابته بطون الأوراق. كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا وأولهم إلى مكارم الأخلاق سبقا وأوسعهم بالمؤمنين حلما ورفقا برا رؤوفا لا يقول ولا يفعل إلا معروفا له الخلق السهل واللفظ المحتوي على المعنى الجزل إذا دعاه المسكين أجابه إجابة مؤجلة وهو الأب الشفيق الرحيم باليتيم والألمرة وله مع سهولة أخلاقه الهيبة القوية التي ترتعد منها فرائس الأقوياء من البرية ومن نشر طيبه تعطرت الطرق والمنازل وبعرف ذكره تطيبت المجالس والمحافل فهو صلى الله عليه وسلم جامع الصفات الكمالية والمنفرد بخلقه وخلقه بأشرف خصوصية فما من خلق في البرية محمود إلا وهو متلقا عن زين الوجود. أجملت في وصف الحبيب وشأنه وله العلا في مجره ومكانه أوصى بعز قد تعالى مجدها أخذت على نجم السها بعنانه وقد انبسط القلم في تدوين ما أفاده العلم من وقائم مولد النبي الكريم وحكاية ما أكرم الله به هذا العبد المقرب من التكريم والتعظيم والخلق العظيم فحسن مني أن أمسك عنة الأقلام في هذا المقام وأقرأ السلام على سيد الأنام. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وبذلك يحسن الختم كما يحسن التقديم فعليه أفضل الصلاة والتسليم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin bil awwalin wal akhirin. Wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin bin nabiyyin wal mursalin. Wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
ولما نظم الفكر من درر الأوصاف المحمدية عقودا توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعي فيه مشكورا فعلي فيه محمودا وأن يكتب عملي بالأعمال المقبولة وتوجهي بالتوجهات الخالصة والصلات الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الأعمال فتعود ظافرة وعلى باب عزته تحت الرحال فتغشاها منه الفيوضات الغامرة نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفيظ سرك وحامل راية دعوتك الشاملة على الأكبر المحبوب لك والمخصص بالشرف الأفخر في كل موطن من مواطن القرب ومظهر جازم امدادك بعبادك وساقي كوث رشادك لأهل ودادك سيد الكونين وأشرف الثقلين على المحبوب الخالد المحسود منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة اقترابه من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا في جميع طوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحسن وقايتك وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طرائق اتباعه من السالكين ولحجك وحج من المهدين ولعهدك من الحافظين. اللهم إنا لنا أدمان برحمتك الخاصة فلا تحرمنا وذنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا. آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشرعين أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل والمؤمل بما أمل وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب وواذره ووالاه وضاره وأم ببركته وشرف جهته أولادنا ووالدينا وأهل قطرنا ووالدينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات وأدم هذا الدين القويم في جميع الأقطار منشورا ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها مامورا معنى وصورا. وكف اللهم كربة المكروبين واقضي دين المدينين واغفر للمذنبين واغفر للمذنبين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين
وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واقضي شر المعتدين والظالمين وابسط العدل بولاة الحق في جميع النواحي والأقطار وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا رب بالحفظ الحسن من جميع البلايا واجعلنا يا رب بالحفظ الحسن من جميع البلايا واجعلنا يا رب بالحفظ الحسن من جميع البلايا وبالحرز المكين من الذنوب والخطايا وأدمنا في العمل بطاعتك والصدق في خدمتك قائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب وآخر دعوانا الفاتحة يقول بحكي وبيسر الرسول صلى الله عليه وسلم الفاتحة. ربنا تقبل منا إنك أنت برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله وسلم الحمد لله. الفاتحة وياسين والتحليل والتسبيح والصلاة على الحبيب إلى حضرة سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته ثم إلى أرواح من له الحقوق علينا منهم الحبيب عثمان بن قاسم المدعي ثم إلى أرواح المرحوم الحبيب صالح بن حسن الكاف ثم إلى أرواح الحبيب محمد بن حسين بن شهاب ثم إلى أرواح المرحوم الحبيب عبد الله بن أحمد الخريط ثم إلى أرواح الحبيب محمد بن عثمان المدعي ثم إلى أرواح الحبيب قاسم بن عثمان المدحي ثم إلى روح الحبيب علوي بن عثمان المدحي ثم إلى روح الحبيب حسن بن عثمان المدحي ثم إلى روح الحبيب حسين بن عثمان المدحي ثم إلى روح الحبيب فيصل بن عثمان المدحي ثم إلى روح الحبيب علي زين العابدين بن عثمان المدحي ثم إلى روح الحبيب حسن بن صالح الكاف ثم إلى روح المرحوم الحبيب أحمد بن صالح الكاف ثم إلى روح الحبيب عبد الله بن صالح الكاف ثم إلى روح الحبيب أبو بكر بن صالح الكاف ثم إلى روح الحبيب عبد الرحمن بن صالح الكاف ثم إلى روح الحبيب حامد بن صالح الكاف ثم إلى روح الحبيب صادق بن عبد الله المدحي ثم إلى روح الحبابة آمنة بنت أحمد الكاف ثم إلى روح الحبابة حليمة بنت طه ثم إلى روح الحبابة بهية بنت صالح الكاف ثم إلى روح الحبابة زينب بنت عبد الله المدحي ثم إلى روح الحبابة زينب بنت عبد الله الغري ثم إلى روح الحبابة عائشة بنت أحمد حنيمان ثم إلى روح من اجتمعنا هنا بسببهم خصوصا الحبيب الداعي إلى الله شيخنا الحبيب عبد الله بن عثمان المدحي ثم إلى روح حبيبنا الحبيب حسن بن عبد الله بن عثمان المدحي أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويدخل الجنة برحمته وإلى الفاتحة. الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون
وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب عظيم قالوا طائركم معكم إن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري للمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صغيق لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينزلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون
هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا شيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه شعرا وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم صدق رسول النبي الكريم ونحن على ذلك الشاشقين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم
ولا يحيطون بشيء من علم الله بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما العلي العظيم لله ما في السماوات ما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوا يحاسبكم بالله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنذر من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين برحمتك يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد إنما يريد الله يذهب عنكم الرجس على البيت ويطهركم تطهيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك حبيب الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفر عن ذكرك الغافلون اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك حبيب الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفر عن ذكرك الغافلون اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك حبيب الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفر عن ذكرك الغافلون وسلم رضي الله تعالى عن أصحاب الرسول أجمعين وحسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم نستغفر الله العظيم نستغفر الله العظيم نستغفر الله العظيم إن الله الغفور الرحيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة الحق علينا حيا وعلينا موت وعلينا إن شاء الله تعالى من الآمنين آمين آمين لا إله إلا الله 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 إلا الله لا إله 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 إلا الله
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد سبحان الله وبحمده 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 سبحان الله سبحان الله وبحمده 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 سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله يا الله 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 نستغفر الله العظيم ونتوب إليه 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 نستغفر الله العظيم ونتوب اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم آمين الفاتحة وآية الكرسي وثلاثة منه القوى الله أحد والمعوذ اجتمعنا ها هنا بسببهم المغفور الحي القيوم الحبيب داعي إلى الله الحبيب عبد الله بن عثمان المالحي والحبيب حسن بن عبد الله المالحي أن الله يغفر لهم ويرحم برحمة والدينا ولمعاصى وجميع أمواتنا وأموات المسلمين عما آثابكم الله الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علم إلا بما يشاء وسع كرسي السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل رب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم قل رب الناس مالك الناس إله الناس من شر وسواس الناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله والحمد لله ولا اله الا الله استغفر الله وصلى الله على رسول الله. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكفي مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك والعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت نفسك فلك الحمد وترضى وك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترثر عظاما عليها وأنت خير الوارثين وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعل وعشر تقبل ثم قرأناه من القرآن العظيم وما هللنا من لا إله إلا الله وما سبحنا سبحان الله بحمده وما قلنا من قولي يا الله يا الله وما استغفرنا وما صلينا على النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في هذا المجلس المبارك واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة وصدقة متقبلة نقدمها نهديها ضابها إلى حضرة حبيبنا شفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وآله وطرته وأزواجه وذريته وآل بيته أجمعين ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآل كل منهم والصحابة أجمعين وجميع عباد الله الصالحين ثم إلى رسل المحجر الرحمن بن عيسى وابن بجل اسمه فرساد العظام سيدنا البقيع المقدم الحبيب محمد بن علي بن اسمه والمقدم الثاني عبد الرحمن الشقاب ثم إلى أرواح جميع الأبين ما كانوا مشارك الأرض إلى مغاربها ثم إلى أرواح متقدمين لهذا البيت من الهارة البلاد من الأبي على من العلماء والأولياء والصالحين منهم الحبيب حامد بن علي بن عبد الله الحداد وأخوه حبيب محمد بن علي بن عبد الله الحداد ثم إلى الحبيب علي بن شهاب الشقاف ثم إلى روح الحبيب الأستاذ عبد الرحمن بن عبد الله بن شهاب ثم إلى الحبيب أحمد بن سالم بن عبد الرحمن الشقاف ثم إلى الحبيب أحمد بن حسين الحبشي ثم إلى الحبيب عمر ثم إلى الحبيب عبد الرحمن محمد منور ثم إلى الحبيب عبد الله بن سالم الكاف ثم إلى الحبيب الحبيب البركة عبد الرحمن بن عبد الله الحبشي ثم إلى الحبيب أحمد بن حميد الكاف ثم الحبيب علي بن عبد الله بن محمد الحبشي ثم إلى الحبيب علوي بن أحمد بحشير ثم إلى الحبيب حسن بن عبد الرحمن بحشير ثم إلى الحبيب أحمد بن شيخ بن شهاب ثم إلى الحبيب عبد الله بن إدريس بن شهاب ثم إلى فاقد شريف علي بن شو بكر بن سالم ثم إلى الحبيب تاكد بن محمد بن يحيى ثم إلى أستاذنا الحبيب محمد بن حسين بن شهاب ثم إلى الحبيب فاقد شريف علي بن حسين بن شهاب ثم إلى أرواح كافة مشايخنا ومعلمينا أسد أحبابنا وذوي الحقوق أجمعين ثم إلى روح لمن اجتمعنا هنا بسببهم الحبيب عثمان بن قاسم المجاهد ثم إلى الحبيب صالح بن حسن الكاب ثم إلى الحبيب محمد بن حسين شاب ثم إلى الحبيب عبد الله بن أحمد الخيري ثم إلى الحبيب محمد بن عثمان المجاهد ثم إلى الحبيب قاسم بن عثمان المجاهد ثم إلى الحبيب علوي بن عثمان المجاهد ثم إلى الحبيب حسن بن عثمان المجاهد ثم إلى الحبيب حسين بن عثمان المجاهد ثم إلى الحبيب فيصل بن عثمان المجاهد ثم إلى الحبيب علي بن العابدين بن عثمان المجاهد ثم إلى الحبيب حسن بن صالح الكاف ثم إلى الحبيب محمد بن صالح الكاف ثم إلى الحبيب عبد الله بن صالح الكاف ثم إلى الحبيب أبو بكر
بن صالح الكاف ثم إلى الحبيب عبد الرحمن بن صالح الكاف ثم إلى الحبيب حامد بن صالح الكاف ثم إلى الحبيب صادق بن عبد الله المجاهد ثم إلى أستاذنا الحبيب عمر بن أحمد بن شهاب ثم إلى الحبيب عبد الله بن محمد بن عبد الله المجاهد ثم إلى الحبيب علي بن سالم المجاهد ثم إلى الحبيب علي بن عبد الرحمن المجاهد ثم إلى الحبيب حسين بن محسن بعبود ثم إلى الحبيب محمد بن محسن السقاف ثم إلى الحبيب ثم إلى الهبابة آمنة بنت أحمد القاف ثم إلى الهبابة حليمة بنت طه ثم إلى الهبابة بهية بنت صالح القاف ثم إلى الهبابة زينة بنت عبد الله المجاهد ثم إلى الهبابة زينة بنت عبد الله الخريط ثم إلى الهبابة عائشة بنت أحمد حنيمان ثم أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويسكنهم الجنة برحمته ثم إلى روح صاحب الخال الحبيب العرب الله عنه داعي الله أستاذنا مربي روحنا داعي الله الحبيب عبد الله بن عثمان المجاهد ثم إلى أخينا الحبيب حسن بن عبد الله المجاهد وأصولهما وفرعهما وذوي الحقوق عليهم أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويسكنهم الجنة برحمته والدينا ووالدهم خاصة وأمواتنا وأموات المسلمين ما وصل لهم ثواب ذلك منا إليهم اللهم اجعله نورا يسعى ويتلألأ بين أيديهم اللهم اجعله فكاكا لهم من النار وإتقا لهم من النار وسترا لهم من النار وحجابا لهم من النار وبراءة لهم من العذاب اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافنا واعف عنهم واجمعنا وإياهم في دار كرامتك ومستقر رحمتك ومحل أوليائك مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين حسنا أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Atas berkat rahmatnya lah kita bisa berkumpul hari ini pada Maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam dan hall Al-Habibana Habib Abdullah bin Usman Al-Madihid dan Abi Hasan bin Abdullah Al-Madihid. Di sini kami keluarga besar Sahibul Hall mengucapkan ribuan terima kasih kepada para tamu undangan yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu namanya. Wabil khusus Habibana Habib Abuya Habib Umar Abdul Aziz bin Abdurrahman bin Syahab wa Habib Ali Al bin Hamid wal Habib Syauqi Al Kaf wal Habib Muhsin bin Abdullah Al Habsyi dan para habaib-habaib yang lain yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat. Di sini kami akan membacakan susunan acara Hall Al-Habib Abdullah bin Usman Al-Madihid dan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama telah kita laksanakan tadi pagi jam 6:30 burdah di rumah Sahibul Hall. Yang kedua pembacaan Maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dilanjutkan dengan pembacaan Yasin dan tahlil Sahibul Hall. Nah, untuk acara selanjutnya yaitu pembacaan Manaqib Sahibul Hall yang akan disampaikan oleh pengasuh majelis ini setiap hari Kamis ba'da asar yaitu Habib Ahmad Hisham Bahsin fa alaihi falyatafaddal maskura. Sallallahu ala Muhammad.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, la haula wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Sekelumit managib sahibul hol, beliau Al-Habib Abdullah bin Usman Al-Madihij lahir di tanggal 27 Zulqa'dah pada tahun 1334 Hijriah dan bertepatan pada tanggal 25 September 1916 Masehi. Ayah beliau yang bernama Al-Habib Usman bin Qasim Al-Madihij, sedangkan ibu beliau yang bernama Nyimas Fatimah binti Ki Agus Toha. Sang ayah dalam kesehariannya ia selalu mendidik anak-anaknya serta menciptakan nuansa salafi dalam keluarganya, sehingga tak mengherankan apabila putranya Al-Habib Abdullah telah lancar berbahasa Arab sejak berusia 10 tahun dan telah menghafal silsilahnya sampai ke Rasulullah SAW dalam usianya 12 tahun. Selain mendapat pendidikan dari ayahnya, Al-Habib Abdullah juga mendapatkan didikan langsung dari saudaranya yang bernama Al-Habib Muhammad bin Usman Al-Madihij atau yang dikenal dengan gelaran Cek Nanang. Sejak usia 5 tahun, beliau menuntut ilmu di Madrasah Al-Ihsan yang diasuh para ulama-ulama besar seperti Al-Habib Ahmad bin Hamid Al-Kaf, Al-Habib Abu Bakar bin Alwi bin Syahabuddin, Al-Habib Abdurrahman bin Abdullah bin Syahabuddin, Al-Habib Muhammad bin Husain bin Syahabuddin, Al-Habib Alwi bin Ahmad Bah Husain, Al-Ustadz Husain Bahrak dan Muallim Yunus. Karena beliau begitu mencintai ilmu dan ulama, maka beliau pun sering menghadiri majelis para aulia dan solihin untuk menimba ilmu dari mereka. Pada usianya 20 tahun dipercaya menjadi guru bantu di Madrasah Al-Ihsan dan Madrasah Al-Qur'aniyah. Pada usianya 27 tahun beliau menikah dengan Syarifah Bahiyah binti Saleh Al-Kaf. Mereka dikaruniai 9 anak. Pertama, Hababah Aluyah, Sayyid Sadiq, Syarifah Zainah, Sayyid Muhammad dan Sayyid Alwi, Syarifah Fatimah, Sayyid Helmi dan Sayyid Hasan dan Sayyid Anisa. Dakwah beliau ke kota Mentok. Di tahun 1966, Al-Habib Abdullah mengajar majelis di Mentok Bangka Belitung, mengajar dari masjid ke masjid, dari musola ke musola. Penduduk setempat akhirnya mendirikan Madrasah Al-Fitrah yang diresmikan oleh Al-Habib Abdullah dan dihadiri oleh guru beliau Al-Habib Alwi bin Ahmad Bahsin. Madrasah Al-Fitrah berkembang pesat sehingga Al-Habib Abdullah mengajak sahabat karibnya Al-Habib Umar bin Ahmad bin Syahab. Keduanya terus berdakwah ke pedalaman-pedalaman Pulau Bangka seperti Tubu Wali, Jebus, Petaling, Mayang, Kundi dan lain-lain. Kegiatan ini berlangsung hingga tahun 1972. Pada tahun 1973 mereka kembali ke Palembang mengajar di pesantren Ar-Riyad 13 Ulu. Pada tahun 1976 hingga 1980 menjadi mudir pengurus sekaligus pengajar di pesantren Al-Firdaus di Talang, Banten 13 Ulu milik Al-Habib Alwi bin Ali Al-Munawwar. Pada tahun 1980 kembali ke kota Mentok melanjutkan dakwah hingga dikenal dengan panggilan Muallim Ubud. Pada tahun 1987 kembali ke Palembang dan mengasuh majelis di berbagai masjid dan musola, antara lain Masjid Sungai Lumpur, Masjid Al-Islah, Masjid Siratul Jannah, Musola Al-Haddad, Musola Al-Aidid, Musola Al-Kaf, Musola Al-Fakhar, Musola Al-Musawa dan Majelis Haji Abdul Somad. Dan beliau pun juga termasuk orang yang senantiasa berkhotib pada masjid-masjid itu tersebut. Al-Habib Abdullah bin Usman Al-Madihij suka menulis karangan dan beberapa buku. Di antaranya beliau juga hobi menulis Al-Quran sebanyak 30 juz. Kemudian beliau koreksi sendiri setelah semua dirasa baik.
dan benar-benar lalu beliau menghadiahkan kepada beberapa sahabat-sahabatnya dan begitu pun juga gurunya, di antaranya Al-Habib Alwi bin Ahmad Ba Husain dan Al-Habib Husain Ba'bud. Al-Habib Abdullah bin Utsman Al-Madihij juga dikenal sebagai seseorang yang teguh dalam menyimpan rahasia. Al-Arif Billah Al-Habib Alwi bin Ahmad Ba Husain mengamanahkan kepada Al-Habib Abdullah agar menjadi Bilal di kalangan masyarakat di seberang ulu, baik kaya ataupun miskin. Al-Habib Alwi Bahsin juga di dalam surat wasiat disimpan di dalam kotaknya. Di dalam kotak wasiatnya beliau berwasiat agar memandikan jenazahnya Al-Habib Alwi bin Ahmad Bahsin adalah sahibul hol Al-Habib Abdullah bin Utsman Al-Madihij. Kemudian pada tahun 1997 beliau berangkat menunaikan ibadah haji melalui Kloter Jambi dan pulang lebih awal ke tanah air, awal dari jadwal karena kondisi fisik yang lemah dan sakit. Meskipun kondisi tubuhnya lemah dan karena usia dan penyakit, setelah melaksanakan ibadah haji, semangat dakwah tidak berkurang, walau hanya kepada murid-murid dan orang datang berkunjung ke rumahnya. Adapun nasab Al-Habib Abdullah bin Utsman Al-Madihij, beliau Al-Habib Abdullah bin Utsman bin Qasim bin Abdullah bin Aqil bin Alwi bin Salim bin Husain bin Abdullah hingga bersambung kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Warga kampung Al-Haddad 14 Ulu Palembang, Sumatera Selatan memiliki kebanggaan tersendiri dengan tersebarnya beberapa nama aulia yang pernah berdomisili di kampung mereka. Antara lain sahibul wilayah Al-Habib Hamid bin Ali bin Alwi bin Abdullah Al-Haddad sahibul ratib, Al-Habib Salim bin Syekh Al-Madihij, Al-Habib Abdullah bin Uthman, dan setiap tahun para wali-wali Allah ini tersebut diperingati haulnya. Suatu ketika Al-Habib Abdullah bin Utsman Al-Madihij bermimpi pergi ke Masjid Nabawi. Di dalam mimpinya ia melihat suatu majelis yang penuh dengan para wali-wali Allah. Ia pun ingin menghadiri majelis-majelis itu tersebut, namun seakan-akan ada dinding yang menghalanginya untuk masuk. Hingga seorang yang memberitahukan kepada Al-Habib Abdullah, apabila dirimu hendak masuk ke dalam perkumpulan itu tersebut, maka ambillah terlebih dahulu kuncinya dengan Al-Habib Abu Bakar bin Alwi bin Syahabuddin, atau lebih dikenal Al-Habib Akang, seorang waliullah yang tinggal di kota Madinah, yang ada di kota Palembang. Setelah terbangun dari tidurnya, seusai sholat subuh, ia bergegas ke rumah Al-Habib Abu Bakar bin Alwi bin Syahab atau Habib Akang. Tapi sayangnya saat itu Al-Habib Abu Bakar sedang berada di luar kota, tepatnya di kota Bangil, Jawa Timur. Setelah kepulangan Al-Habib Abu Bakar ke Palembang, Al-Habib Abdullah segera menemui dan menanyakan perihal mimpinya itu tersebut. Al-Habib Abu Bakar tersenyum dan berkata kepada Al-Habib Abdullah, engkau termasuk golongan orang-orang yang soleh, wahai Abdullah. Lalu ia mengijazahkan sebuah sholawat terkenal dengan nama sholawat Al-Miftah, dengan redaksi sedikit berbeda dari biasanya, untuk dibaca oleh Al-Habib Abdullah bin Utsman Al-Madihij sebanyak setiap hari 70.000 kali. Al-Habib Abdullah pun menerima ijazah tersebut dan mengamalkannya. Kemudian tidak lama setelah itu ia pun kembali bermimpi. Di dalam mimpinya ia melihat rombongan ara-araan yang dipenuhi cahaya melalui jalan yang ada di kota Palembang. Dalam rombongan-rombongan tersebut ada beberapa orang yang memanggul kursi ditutupi tirai, laksana sebuah singgasana yang indah. Di antara rombongan itu ada yang mengatakan kepada Al-Habib Abdullah bahwasanya yang berada di dalam singgasana tersebut adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mendengar hal itu, Al-Habib Abdullah berusaha mendekati singgasana itu, sehingga beliau melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam pun membuka tabir dan menoleh seraya tersenyum kepada Al-Habib
Al-Habib Abdullah bin Uthman Al-Madihij lalu memberikan rida selendangnya Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Sahibul Haul melalui alam mimpinya. Al-Habib Abdullah memeluk dan menciumi selendang tersebut dengan penuh haru dan bercucuran air mata. Sampai di situ akhirnya Al-Habib Abdullah terbangun dari tidurnya keesokan harinya. Untuk memastikan apakah mimpi tersebut benar, ia pun menemui dua tokoh habaib yang ada di kota Palembang, yaitu Al-Habib Muhammad bin Hamid bin Syekh Abu Bakar bin Salim atau Al-Habib A dan Al-Habib Umar bin Ahmad bin Syahabuddin. Keduanya menyatakan, wahai Abdullah, mimpi tersebut adalah benar. Al-Habib Abdullah mengatakan, setelah mengalami mimpi, saya mengalami hal-hal yang luar biasa. Allah telah menghilangkan rasa takut dari diri saya. Itu diartikan sebagai isyarat ia telah diangkat sebagai golongan para wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah berfirman di dalam Al-Qur'annya, ingatlah sesungguhnya para wali-wali Allah itu tidak ada rasa takut pada diri mereka dan tidak pula merasakan bersedih hati. 3 tahun 3 bulan sebelum sepulangnya, Al-Habib Abdullah pernah berkata kepada anaknya yang bernama Hasan, 3 bulan lagi Aba akan menghadap Allah, karena Al-Habib Agil Al-Madihij dan Sayyiduna Husain dan Sayyiduna Rasulullah Muhammad telah mendatangi dan mengkabarkan kepada Abah. Maka Al-Habib Abdullah bin Uthman Al-Madihij 3 bulan kemudian beliau meninggal dunia, tepatnya pada hari Senin di tanggal 19 Rabiul Awal pada tahun 1419 Hijriah, bertepatan pada tanggal 13 Juli 1998 Masehi, tepatnya di pukul 6 sore jam 6 sore setelah kumandang azan maghrib. Kemudian di esok harinya jenazah beliau dimakamkan tepatnya di jam 4 sore setelah sholat asar di pemakaman Al-Habib, pemakaman habaib dan aulia Al-Habib Ahmad bin Syekh bin Syahab di Gubaduku 8 Ilir Palembang. Semoga dengan sekelumit manaqib dari Sahibul Haul semua tidak kita pulang dalam perkumpulan ini kecuali masing-masing kita membawa barokah dari perkumpulan yang mulia ini, dan terkhusus dari Sahibul Haul. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Habib Ustadz Ahmad Hisham Bahsin. Untuk acara selanjutnya kita mintakan mau'idhah hasanah yang akan disampaikan oleh Habib Muhammad Hisham bin Zain Al-Madihij. Fa'alahi falyatafaddal mashkura. Sallallahu ala Muhammad. من السلف الماضين والخلف الذي ذكرنا إكراما أعقبت بكرامي، وإنا على آثارهم وسبيلهم وما نحن عن حق لهم بنيامي، مجرين بالتقصير عن شأوي مجدهم وعن مساعيهم بكل مقام، ولكنهم آباؤنا وأصولنا وأسلافنا ممن مضى بسلام. أحييكم بتحية الإسلام، تحية أهل الجنان، فتحيتهم فيها سلام، سلام قولا من رب الرحيم. السلام عليكم
warahmatullahi wabarakatuh. Fadilatul habaib wal masyayikh wal asatidz الحاضرين الذين خصهم بالذكر سيد الوالد الحبيب أبويا عمر عبد العزيز بن عبد الرحمن شهاب والأستاذ محسن الحبشي والأستاذ شوقي والحبيب علي بن حامد وسائر الكافة والأساتذة الذين لم يمكن أذكر أسماءهم ولم ينقص مني قدرهم, yang mana tidak bisa Al-Fakir sebutkan satu persatu dan tidak mengurangi hormatnya Al-Fakir kepada habaib wal asatidz. Alhamdulillah, pada hari ini kita kembali dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di siang hari Jumat ini untuk membacakan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan memperingati haulnya Al-Habib Abdullah bin Uthman Al-Madihij. Semoga Allah Subhanahu wa taala mencatatkan amal-amal kita di tempat ini, dan Allah Subhanahu wa taala tidak melupakan apa-apa yang kita baca di tempat ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita pandangan khas daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sahibul haul Al-Habib Abdullah bin Uthman Al-Madihij. Amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa juga salawat serta salam kita curahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana kalau bukan karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak diciptakan dan dunia, tidak adanya bulan puasa, tidak adanya zakat, tidak adanya puasa, tidak adanya salat, dan tidak ada muka bumi ini. Laulaka ya Muhammad ma khalaqtul aflak. Ma'asyarah hadirin wal ikhwan rahimakumullah, kita sekarang berada di nur keberkahan sahibul haul Al-Habib Abdullah bin Uthman Al-Madihij, yang mana sebagaimana manaqib yang kita dengar tadi tidak diragukan lagi. Bisa disimpulkan bahwasannya sahibul haul adalah wali min awliyaillah. Dari segi belajarnya beliau, dari segi bagaimana beliau menyebarkan dakwah, bagaimana segi amalnya beliau dalam apa yang beliau pelajari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man amila bima alima awrathahu Allahu ilma ma lam ya'lam." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mengamalkan suatu amalan dengan yang dia ketahui, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan dia ilmu yang tidak dia ketahui. Bagaimana kita dengar tadi manaqib Al-Habib sahibul haul mendapatkan sir, mendapatkan rahasia, mendapatkan nafahat, mendapatkan madad daripada Allah Subhanahu wa taala yang tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang biasa. Sahibul haul Al-Habib Abdullah telah menyempurnakan, telah memiliki rukun daripada rukun sebagai seorang da'i ilallah, al-arif billah. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, wa ma uqidat mithlu hadhihi al-majalis illa litathabbut ala al-asasi wa thawabit syariah. Idaklah kita ini ngadu ke maulid, idaklah kita ni baca maulid kecuali untuk apa? Untuk memperkuat iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan memperkuat iman kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala banyak di dalam Al-Qur'an mengatakan bahwasannya wadhkur fil kitabi Ismail. Ingatlah kisah-kisah Nabi Ismail, innahu kana mukhlasan wa kana rasulan nabiyya. Wadhkur fil kitabi Musa. Ingatlah ketika kisah Nabi Musa alaihissalam begini dan begitu. Wadhkur fil kitabi Maryam. Ingatlah di kitab Maryam begini kisah ini. Dan kita sekarang ini mengingat kisah Sayyidul Anbiya wal Mursalin alaihi salatu wassalam. Dan begitu juga dengan hauliyah. Wa ma uqidat hadhil hauliyah illa li ajli irtibat, kecuali untuk mengikat al-jilil madi wal hadir. Dan tidaklah dibuat haul ini
supaya mengikat generasi yang muda untuk ke generasi yang tua. Kecuali adanya ittisal, kecuali tidaklah kita ada haulia ini kecuali untuk adanya ikatan. Kita sama salaf kita dulu, terutama sahibul hal Al-Habib Abdullah bin Uthman Al-Madihin. Maka dari itu diadakannya hal ini supaya kita mengenang, supaya kita mengetahui bagaimana salaf-salaf kita, at-takhalluq bi akhlaqihim, supaya kita bisa berakhlak seperti mereka, wal a'mal bi a'malihim, dan juga beramal seperti amal-amalnya mereka. Ya. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, mungkin untuk al-fakir yang masih muda, sebagaimana yang manaqib di beliau tadi, beliau meninggal di tahun 98 dan al-fakir baru lahir 99. Kalau bukan karena adanya hal ini dan ami-ami yang dapat zamannya Al-Habib Abdullah Habib Ubud ini, mungkin kita tidak bakal ada yang generasi yang muda ini tidak bakal tahu siapa beliau ini. Bagaimana kehidupan beliau, bagaimana beliau pergi haji, bagaimana beliau dakwah di Bangko, bagaimana beliau dan yang seterusnya. Tidak mungkin generasi yang sekarang bakalan tahu. Karena kalau generasi yang muda sekarang ini tidak tahu dengan yang salafnya, mereka bakalan mereka bakalan membuat kesalahan seperti orang-orang yang bersalah sebelumnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, awalam ya'rifu rasulahum fahum lahu munkirun. Mereka itu tidak tahu bagaimana rasul-rasulnya
Ma'asyiral ikhwan rahimakumullah. Jadi kalau seseorang tidak mengetahui sejarah salaf-salafnya, inilah pentingnya mengetahui sejarah salaf supaya kita bisa at-takhalluq bi akhlaqihim, supaya kita mengambil bisa berakhlak seperti mereka, wal a'mal bi a'malihim, dan juga bisa beramal seperti mereka beramal. Dan insya Allah apa yang wali dapat, insya Allah kita juga bisa dapatkan. Dan itu bukan sesuatu yang mustahil. As-saqi bagi, dan wong yang ngenjuk wali itulah yang juga ngenjuk kita sekarang. Wongnya tidak berubah, Allah tak bakal berubah. Ma'asyiral hadirin wal ikhwan rahimakumullah. Sebagaimana yang mana tadi sudah dibaca ke, bahwasanya wali itu identik dengan karomah, identik dengan karomah. Tapi ingat ma'asyiral hadirin, ada sesuatu yang lebih penting dari karomah, yang lebih hebat dari karomah. Apa itu? Istiqomah. Sebagaimana yang dikatakan oleh masyhur, al istiqomah khairun min alfi karomah. Istiqomahnya salaf dahulu lebih baik daripada karomah yang mereka munculkan di dunia ini. Ada cerita seorang murid, dia melazimkan suatu syekh. Dia belajar sama seseorang syekh selama berpuluh-puluh tahun. Belajar terus, ngewangi terus, menemani beliau kemana-mana baik. Sampai suatu akhir dia nak balik, ngomong sama syekhnya, ya syekh, ana ma syuftu karamatak. Aku ini tidak tengok kau rumah kau selama bertahun-tahun tujuh. Mana ujungnya? Aku ni yakin kalau kau tu seorang wali, tapi aku ini tidak pernah tengok. Aku tidak pernah tengok kau rumah kau. Cubalah aja, jalan pucuk panjang, baca tak? Tidak baca aku je, tenggelam juga. Akhirnya jawab sama syekh tadi, kau pernah tak tengok aku ninggal ke solat? Tidak pernah ya syekh. Syekh, aku tidak pernah ninggal ke solat. Aku tidak pernah tengok kau ninggal ke solat. Kau pernah tak tengok aku tidak puasa? Tidak pernah syekh. Kau pernah tak tengok aku ninggal ke sunnah? Tidak pernah juga syekh. Kau pernah tak tengok aku tidak bersedekah suatu hari? Tiap hari syekh ini selalu bersedekah. Tidak juga ya syekh, tiap hari kau sedekah. Fadzalika karomati, dan itulah karomah aku. Iltizam bisyariah, selalu mengikuti syariatnya Allah, mengikuti sunnahnya Nabi Muhammad. Itu adalah ainul karomah. Itu adalah sebaik-baiknya karomah. Ma'asyiral ikhwan rahimakumullah. Al-Imam Haddad alaihi rahmatullah abrar mengatakan di dalam kitab Risalah Mu'awananya, beliau mengatakan, wa'alam annahu yanbaghi 'alaika an tatafakkara fil akhlaqi wal a'mali allati wasafa Allah biha awliya'ahu wa a'da'ahu. Ketahuilah wahai orang-orang muslim, wahai orang-orang yang mukmin, sesungguhnya dianjurkan untuk kau memikirkan atau tatafakkar, membaca, mendengar akhlak orang-orang soleh. Allati wasafallahu biha awliya'uhu, yang mana Allah Subhanahu wa taala menyifatkan mereka dengan walinya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Wa a'dau, dan begitu juga dengan orang-orang yang memusuhi Allah. Al-Imam Abdurrahman bin Abdullah Balfaqi di dalam Murasyafatnya, beliau mengatakan daripada alamat-alamat wali Allah Subhanahu wa taala adalah lahum minat taqwa ajallu zina inda ligahum tanzilus sakinah wa tahsulul jam'iyyatul mubinah fatajudabul albabu bin fi'ali. Orang-orang yang soleh itu perhiasan mereka itu ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan harta ataupun kedudukan. Al-Habib Abdurrahman bin Abdullah Balfaqi mengatakan lahum minat taqwa ajallu zina.
perhiasan yang paling indah walinya Allah Subhanahu wa taala itu adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inda ligahum tanzilus sakinah. Ketika bertemu dengan wali Allah, ketika duduk di rumah wali Allah, ketika hadir di majlisnya wali Allah, itu ada sakinah, ada ketenangan yang kita bisa dapatkan. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Kemudian Imam Haddad menyambungkan apa hasil dari memikirkan bagaimana akhlak wal a'mal, amal-amal orang soleh itu adalah wa thamratu hadat tafakkur mahabbatus su'ada, dan buah hasil dari kita mendengar kisah-kisah orang salaf adalah kita bisa mencintai orang-orang yang senang, orang-orang yang berbahagia, orang-orang yang beruntung, termasuklah daripada wali tadi. Wa hamlun nafsi ala tibaihim wal amal bi a'malihim, dan kita juga ada gerakan, ada keinginan untuk mengikuti, untuk mencontoh mereka dan amal-amal mereka juga. Wa takhalluqu bi akhlaqihim, ya, wa bughdul ashqiya, dan membenci orang-orang yang dimusuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga ma'asyiral hadirin, dengan duduknya kita di sini, tidak hanya kita membuahkan hasil kita mencintai Nabi Muhammad SAW, mencintai wali-walinya. Bukan hanya sebatas itu keinginan kita. Kita pengen lebih lagi, yaitu adalah kita mencintai baginda Nabi Muhammad dan dicintai oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Kita mencintai wali, khususan sahibul maulid, sahibul haul, Al-Habib Abdullah bin Uthman Al-Madihin. Kita juga pengen dicintai oleh beliau. Kita juga pengen dapat nadhrah dari beliau. Rabbin fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani. Sebelum Al-Fakir tutup, Al-Fakir mewakilin daripada seluruh hadirin mengatakan kepada panitia maulid dan sahibul hal dan keluarga sahibul hal, syukran katsiran, jazakumullahu khairal jaza. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganjar amal-amal antum, dan semoga apa yang antum keluarkan dari segi moral, materi, dan Allah Subhanahu wa taala membalas itu semua. Amin ya rabbal alamin. Apabila Al-Fakir ada salah ngomong, Al-Fakir minta maaf kepada Allah, Al-Fakir mohon ampun. Wa ma yuqaddimul mafdul amamal fadil illa li ajlin nadhar. Dan idaklah Al-Fakir duduk di sini, sebenarnya masih banyak yang lebih baik. Masih banyak ustaz yang lain, tapi Al-Fakir tetap berdiri di sini karena li ajlin nadhar, karena pengen dijingok. Dijingok ini bukan larian wala sumatan, pengen dapat nadharah daripada asatid wal masyayikh. Yang mana nadharah ini bukan masalah yang sepele, ikhwan. Karena kam nadharah yuwassilu rajul ila Allah ma la yasiluhu 70 maqam min wali. Mano maqam nadharah ini bisa mencampaikan seseorang ke 70 maqam wali, yang mana itu tidak bisa didapatkan oleh selain itu. Wa ma kuntu fi hadzal maqam illa imtithal al-amr. Hadza minni wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Al-Habib Muhammad Hisham bin Zain Al-Madhij. Untuk acara selanjutnya yaitu doa syifa dan talqinuz zikir, kita mintakan kepada Habib Syaugi Al-Kaf. Doa syifa. Fatih ini syifa Habib Mustafa bin Ahmad Haniman, Habib Abdullah bin Umar Faruk, Umar Rafiq bin Ali bin Abdullah al bin Hamid. Allah yashfihim shifaan ajilan la yughadiru saqaman wala alama.
بجاه النبي مصطفى صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. صراط المستقيم صراط الذين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. دعواهم بها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل ما قلته أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله. 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 محمد رسول الله. محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعلنا ولا معنا شاقيا ولا محروما. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ووفقنا لما ترضاه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. Alhamdulillah rabbil alamin. Qabul. Alhamdulillah, acara demi acara telah kita selesaikan. Kami keluarga besar Habib Abdullah bin Usman Al-Madihid mengucapkan ribuan terima kasih. Apabila ada kesalahan kata, kesalahan tempat dan lain-lain, kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bikin halago, satu halago 4 orang. Pada sore hari ini peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Musalla Fajrul Islam di lorong KIAA 8 Malam hari nanti Arba'in di rumah Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Hafsi atau Ustaz Maji Hafsi di 14 Ulu lorong Masawah. Asal pakai doa makan dulu kenyang. Allahumma barik lana bima razaqtana wa qina adzabannar.